السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في فيديو سابق عن بداية برامج الأطفال في الإذاعة المصرية اللي بدأت مع بابا صادق ثم بابا شارو، اللي فضل يقدم برنامج الأطفال حتى عام 1959 عندما انتقل للعمل في التلفزيون اللي كان على وشك الانطلاق. فجاءت الفرصة لأبلة فضيلة لتقديم برنامج الأطفال، وفي البداية رفضت تسميتها بماما فضيلة واختارت اسم أبلة فضيلة، وقالت محدش بياخد مكان مامة حد، الأم هي اللي ولدت وتعبت وربت، محدش ياخد منها اللقب، إنما أنا عاوز أكون أخت الأطفال الكبيرة. كما قامت بتطوير برنامج الأطفال فقسمته لبرنامجين: برنامج يومي اللي هو غنوة وحدوتة، وده للأطفال ما قبل سن المدرسة، يعني الأطفال الموجودين بالبيت. كما قامت أبلة فضيلة بتطوير المقدمة الموسيقية لبرنامج الأطفال، فاستعانت بمتخصصين لإعداد مقدمة موسيقية تتناسب مع طابعنا الشرقي، بعد أن كانت المقدمة الموسيقية لبرامج الأطفال مقتبسة من الموسيقى الأجنبية. كنا في موعد إذاعة برنامجها نتسابق ونجري ونلتصق بجانب الراديو لتطالعنا بصوتها الحنون بعبارة حبايبي الحلوين، ثم تبدأ في حكاية الحدوتة، وكانت حوادثها تعلي من قيمة معينة كالحب والوفاء والصدق والأمانة والإخلاص وحب الوطن وغيرها من القيم النبيلة، أو تتناول عادة توضح الحدوتة أضرارها زي الكسل وعدم سماع الكلام والكذب. وبعد أن تنتهي من رواية الحدوتة ففي نهايتها توجز الهدف منها بما يتناسب مع أطفال سن قبل السادسة. من القاهرة. حبايبي الحلوين. ثم يأتي دور الأغنية التي تتناسب مع موضوع الحدوتة، حيث كانت مكتبة برامجها تزخر بأغنيات تتناسب مع كل الموضوعات. يمشي ورانا واحنا ماشيين قدام، نسأل عنه منه ما بيسمعش الكلام. وبعد انتهاء الأغنية تطالعنا بصوتها الحنون لتنهي برنامجها بعبارة بكرة إن شاء الله اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة غنوة وحدوتة. بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة غنوة وحدوتة.